بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عبد الرحمن طلبة، أستاذ تاريخ وجغرافيا. حبايبي أولى إعدادي، رجعنا من جديد. إن شاء الله تعالى بقى النهارده هنكمل آخر درس في الوحدة الثالثة، وهو النقل والتجارة في قارة إفريقيا. يلا بينا. أول بقى جزء عندي وهو النقل في قارة إفريقيا. خلي بالك، النقل يعتبر من المؤشرات اللي بتقيس مدى إن الدولة دي متطورة ولا غير متطورة، زائد إن النقل مهم جدا في عملية التجارة، سواء كانت تجارة محلية أو تجارة دولية. طب هل النقل نوع واحد؟ لا طبعا، أنا عندي النقل 3 أنواع. أنت عندك النقل المائي والنقل البري وآخرا النقل الجوي. النقل المائي اللي هو النقل البحري والنقل النهري. اما النقل البري اللي هي الطرق البريه والسكه الحديد، واخيرا بقى النقل الجوي اللي هو الطيران. نيجي بقى لاول نوع عندي اللي هو النقل البحري. قال لك لان افريقيا كموقع استراتيجي مهم جدا، فبالتالي نجد ان هي بتتحكم في الكثير من الممرات المائيه الحيويه والخلجان المهمه، زي طبعا عندك قناه السويس، عندك مضيق موزمبيق، عندك خليج اسمه خليج غينيا. فبالتالي الممرات ديت اعطت لافريقيا اهميه استراتيجيه، زائد ان افريقيا فيها موانئ بحريه، زي مثلا انت عندك في ميناء اسمه طنجه وميناء اخر اسمه بورسعيد. طنجه ده موجود في المغرب، اللي احتل المرتبه الخامسه عالميا سنه 2022. اما الميناء بتاع بورسعيد اللي هو موجود في مصر ده واخد الترتيب ال 11. طب يجي لك هنا سؤال، ليه ميناء بورسعيد خد الترتيب ال 11؟ قال لك بسبب التطوير الكبير الذي شهده، زائد ان موقعه استراتيجي. ليه؟ لانه بيقع على المدخل الشمالي لقناه السويس. يعني الميناء بتاع بورسعيد ده موجود بالنسبه لقناه السويس، موجود في شمال قناه السويس. تاني بقى نوع من النقل المائي اللي هو النقل النهري. قال لك ده يعد من اقدم وسائل النقل وارخصها بقاره افريقيا، يعني قديم ورخيص. خلي بالك بقى يا سيدي، قال لك ان بالرغم ان احنا عندنا عدد كبير من الانهار في قاره افريقيا، الا ان الملاحه في افريقيا بتواجه عده عقبات او عده مشاكل. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الانحدارات الشديده وسرعه جريان المياه، زائد وجود الشلالات والجنادل، زائد المستنقعات، زائد ان بعض الانهار تتعرض للجفاف لفترات طويله خلال السنه. فطبعا دي مشاكل بتواجه النقل النهري برغم ان هو سهل ورخيص. تاني بقى نوع عندي اللي هو النقل البري، اللي هو الطرق البريه والسكه الحديد. قال لك ان الطرق البريه بتختلف في افريقيا من حيث 3 حاجات: من حيث كثافه الطرق، وصلاحيتها للاستخدام على المدار العام، وقدرتها على تحمل الحمولات الثقيله. ولكن في بعض الدول الافريقيه قدرت ان هي بعد ما خدت استقلالها ان هي تطور النقل البري. ازاي بقى يا سيدي؟ قال لك ان هي قامت بجهود واضحه لتنميه شبكه من الطرق البريه، عن طريق جهود واضحه لتنميه شبكه من الطرق البريه اللي تربط اجزاء القاره والدول اللي فيها، زائد ان هي تعاونت مع المنظمات الاقليميه والدوليه علشان تعمل مشاريع تربط القاره ببعضها البعض. فالطبيعي الامر ده يؤدي الى دعم التجاره والتكامل الاقليمي، زي مثلا مشروع معمول في افريقيا اللي هو مشروع شبكه الطرق البريه السريعه عبر افريقيا. نيجي بقى للسكه الحديديه. طبعا من اكثر الدول في افريقيا اللي اهتمت بالسكه الحديديه اللي هي دوله جنوب افريقيا. قال لك هي تعد صاحبه اطول شبكه سكه حديديه في افريقيا، وتاني دوله طبعا مصر. والدول الافريقيه بتسعى ان هي تطور وتحدث خطوط السكك الحديديه. طب برغم ذلك الا ان برضه السكك الحديديه بتواجه مشاكل. زي ايه؟ زي التصميم القديم لخطوط سكك الحديد، او ان هي غير ملائمه لمتطلبات التشغيل الحديثه. تاني بقى مشكله اللي هي صعوبه مد شبكات السكك الحديديه ببعض الدول، طبعا لوعوره السطح او غزاره الامطار. رقم 3 اللي هي توقف بعض خطوط السكك الحديديه بالقاره لان عندك فيه مشكلات سياسيه. رابعا بقى قله عدد خطوط السكك الحديديه بالقاره، زائد ان هي منفصله عن بعضها البعض. واخيرا انخفاض سرعه القطارات في معظم الدول القاره. طبعا كل المشاكل دي بتؤدي في النهايه الى قله استخدام السكك الحديديه. ثالث نوع بقى عندي اللي هو النقل الجوي، يعتبر ده اسرع وسائل النقل على الاطلاق. طبعا احنا عندنا في افريقيا مطارات دوليه، زي مثلا مطار القاهره الدولي اللي موجود في مصر، او مطار كيب تاون ده موجود في جنوب افريقيا. ولكن برضه اول ما تسمع ولكن تعرف ان في مشكله. برضه النقل الجوي عنده برضه بعض المشكلات، زي الافتقار الى شبكه من المطارات المتطوره. ما عندناش مطارات متطوره. المشكلات السياسيه اللي بعض الدول الافريقيه، اللي هو بقى صراعات ما بين الدول. رقم بقى 3 ارتفاع تكلفه النقل الجوي. خلي بالك بقى يا سيدي، احنا قلنا انواع النقل وقلنا المشاكل الموجوده بالنسبه لانواع النقل. طب هل افريقيا هتقدر تحل المشاكل ديت؟ وهل مصر هيبقى ليها دور؟ طبعا مصر كان لها دور كبير جدا بالنسبه لمشاريع النقل اللي في افريقيا، حيث
إن مصر ساهمت في 3 مشاريع. أول مشروع عندك اللي هو طريق القاهرة كيب تاون، ثاني بقى مشروع عندي وهو إنشاء خطوط سكة حديد تربط ما بين دول إفريقيا بعضها البعض. آخر بقى مشروع اللي هو التعاون المشترك ما بين مصر وتنزانيا. أول مشروع عندي اللي هو القاهرة كيب تاون، قال لك ده هيبقى طريق سيقطع القارة الإفريقية من شمالها إلى جنوبها، هيعدي على 9 دول إفريقية، وطبعا الأمر ده هيساعد في نقل البضائع في 4 أيام فقط. المشروع التاني اللي هو السكة الحديد، قال لك المشروع ده هيربط ما بين مصر والسودان عن طريق إن احنا نعمل سكة حديدية تبدأ من الإسكندرية وتنتهي إلى الخرطوم. أما بقى المشروع ما بين مصر وتنزانيا اللي هو ربط ميناء دار السلام في تنزانيا بميناء سفاجة اللي موجود في مصر. ننتقل بقى لتاني جزء عندي وهو التجارة في إفريقيا. خلي بالك النشاط التجاري مهم جدا، إلا أن إفريقيا ضعيفة سواء كان التجارة العالمية أو التجارة البينية اللي هي ما بين دول القارة. يعني مثال على ذلك التجارة الخارجية اللي هي الصادرات والواردات. قال لك بالنسبة للصادرات، قال لك زادت قيمة صادرات إفريقيا من السلع سنة 2022 عن سنة 2021. طب ليه؟ قال لك بسبب مشكلتين. أول مشكلة عندي اللي هي ارتفاع أسعار السلع العالمية وخاصة سعر البترول. رقم 2 تصدير القارة العديد من المنتجات بتاعتها زي الألومنيوم والنحاس والذهب والبن والذرة. طب مين بقى الدول اللي في أفريقيا اللي بتصدر؟ قال لك عندك 5 دول يعتبر هم أقوى 5 دول اقتصاديا في القارة، اللي هم مصر، جنوب أفريقيا، الجزائر، أنجولا، نيجيريا. ال5 دول دولت بيصدروا حوالي 50% من الصادرات اللي موجودة في القارة سنة 2022. طب بنصدر لمين بقى؟ مين الدول اللي بتستورد؟ قال لك دول أوروبا، الصين، الولايات المتحدة. دول يعتبر أكثر الدول اللي هي بتستورد مننا. طب بالنسبة للواردات بقى، قال لك زادت قيمة الواردات في إفريقيا برضه سنة 2022 عن سنة 2021. ليه؟ قال لك بسبب زيادة الطلب على الطاقة والمواد الغذائية والمعدات التكنولوجية والآلات في دول القارة. خلي بالك المشكلة بالنسبة للصادرات والواردات إن إحنا بنصدر المواد الخام وبنستورد المادة المصنعة. نيجي بقى لتاني نوع عندي في التجارة اللي هي التجارة البينية اللي موجودة في قارة أفريقيا. وخلي بالك اسمها تجارة بينية، يعني بين الدول اللي موجودة في أفريقيا. قال لك من أهم السلع اللي موجودة زي الوقود، الآلات، المركبات، والخامات المعدنية زي الحديد والصلب. ولكن التجارة البينية في أفريقيا قال لك تتسم بالضعف. ليه بقى؟ أولا تشابه المنتجات، يعني هتلاقي اللي موجود عند مصر هو اللي موجود في الكاميرون هو. تاني مشكلة عندك قال لك اعتماد دول القارة على السلع الأولية اللي هي المواد الخام. رقم 3 ضعف القدرة على الالتزام بمعايير الأسواق العالمية، ما عندناش المنتجات اللي هي الجودة بتاعتها عالية جدا. رابع بقى مشكلة عندي اللي هي قصور، اللي هي ضعف يعني شبكات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هي البنية التحتية. فبالتالي قال لك سعت الدول الإفريقية إلى توقيع اتفاقية اسمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. خلي بالك الاتفاقية دي سنة 2015، والهدف من الاتفاقية اللي هي تعزيز الوضع التجاري لإفريقيا عالميا، طبعا إزالة الحواجز التجارية للسلع والخدمات عبر قارة إفريقيا عشان تبقى أفريقيا زي سوق واحد. نيجي بقى لآخر نوع عندي من أشكال التجارة في إفريقيا وهي الغرف التجارية في مصر. خلي بالك كلمة الغرفة التجارية تعني إن هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة بتشرف على النشاط التجاري الاستثماري. خلي بالك الغرف التجاريه الموجوده في مصر دي كان لها دور مهم جدا بالنسبه للتجاره في افريقيا، زي ان هي تبعت احوال السلع في السوق وبتحل مشكلات اللي هي عدم توفرها. رقم 2 بتحل مشكلات التجاره وتيسير التواصل ما بين التجار والجهات ذات العلاقه بالنشاط التجاري والاقتصادي. رقم 3 بتعمل عمليه جمع وترتيب ونشر المعلومات والاحصاءات اللي لها علاقه بالتجاره والصناعه. اخيرا بقى يا سيدي بتدي الراي للحكومات اللي موجوده في دول افريقيا حول انشاء البورصه والمواني والاسواق والقوانين الخاصه بالتجاره والصناعه. فمن الاخر الغرف التجاريه ديت دورها ان هي تعزز برضو الجانب بتاع التجاره في قاره افريقيا وتشوف ايه المشكلات اللي موجوده وتقدم حلول وهكذا. وبكده اكون الحمد لله تعالى خلاص درس بتاع النهارده، واستنوني ان شاء الله تعالى بقى في درس جديد والوحده الجديده اللي هي الوحده الرابعه اللي هي الاستعمار في قاره افريقيا. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.